الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ذهب الأربعاء لأداء صلاة عيد الأضحى في مسجد القوات الجوية بالقاهرة إلى جانب شيخ الأزهر أحمد الطيب وزير الأوقاف ومسؤولين آخرين، لكن تلك الصلاة ما زالت تثير الجدل على وسائل التواصل. لماذا؟ السبب هو عدم قراءة الإمام لسورة الفاتحة في الركعة الثانية من الصلاة من دون أن يصحح أحد من المصلين له ذلك الخطأ. نشاهد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله. كيف جاءت التعليقات؟ محمد الفاتح يقول 5 أزاهرة منهم شيخ الأزهر ولا واحد منهم ذكر الإمام أو ذكر الإمام. هل الإمام والخمسة خلفه جميعهم نسوا؟ الصلاة باطلة ولا تصح إلا بالفاتحة.